20,000 جنيه بالبنك الأهلي فايدتهم كام شهريا بعد اجتماع البنك المركزي؟ تعال نشوف تفاصيل الفايدة الجديدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفايدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. كتير من عملائنا بيسألونا لو أنا معايا مبلغ صغير زي مثلا 20,000 جنيه بعد اجتماع البنك المركزي وعايز استثمرهم في البنوك حاليا، هتحصل على كام ومن البنك الأهلي؟ تعالى الأول نتعرف إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اللي اجتمعت يوم الخميس يوم 17/10/2024 وقررت فيه تثبيت أسعار الفايدة، وده للمرة الرابعة على التوالي. لليلة الواحدة وصل فيه سعر مستوى 27.25% و28% على الترتيب. لذلك هنا احنا قررنا في القناة ان احنا هننزل كل يوم فيديوهات جديدة وكيفية استثمار أموالك، أفضل استثمار في البنوك. من أول 1000 جنيه تقدر تستثمر أموالك في البنوك. لذلك النهاردة هنتكلم على لو أنا معايا مبلغ صغير 20,000 جنيه وعايز استثمرهم في البنك الأهلي واتحصل على معاش شهري أو في نهاية العام، هحصل على كام؟ أولا تعالى نتعرف إن البنك الأهلي هناك في شهادات مطروحة كتير في البنك، لأن البنك الأهلي هو أول بنك بيطرح الشهادات العوائد المختلفة ودوريات صرف مختلفة، وكمان الشهادات الاستثنائية اللي بيصدرها البنك المركزي سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر. اليوم هنتكلم على الشهادات الشهرية بالبنك الأهلي والشهادات السنوية لمدة عام واحد فقط. هنتكلم عن الشهادات الباقية كمان سواء سنوية أو تراكمية لمدة 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات، هنتكلم عليها في القناة. لذلك بذكرك بالاشتراك من أسفل القناة وتفعيل الجرس، والناس اللي بتقولي ما بتجيليش إشعار من القناة هتنزل أسفل الفيديو هتلاقي علامة اللايك، بتضغط لايك للفيديو هيوصلك مننا الشهادات القادمة هامة جدا، وهننزل شهادات مهمة جدا لكل اللي عايز يستثمر أمواله في البنوك. فلازم تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس. تعالى بقى بينا نتعرف على الشهادة اللي معانا النهاردة. الشهادة الأولى وهي شهادة لمدة عام واحد، وهي شهادة بعائد وصل فيها العائد فيها 23.5%، ويصرف العائد هنا شهريا. طب أنا هستثمر مبلغ 20,000 جنيه في الشهادة 23.5%، هتحصل على كام سنويا وكام في الشهر؟ يبقى 20,000 جنيه في 23.5% هيدينا 4,700 جنيه خلال السنة. طب أنا هتحصلهم شهريا هاخد كام؟ هتحصل شهريا على 391 جنيه و66 قرش شهريا. كمان لو أنا عايز استثمر أموالي في الشهادة 27% السنوية لمدة عام واحد، يبقى هتقدر إن أنت تستثمر 20,000 جنيه في 27% لمدة عام، هتتحصل على 5,400 جنيه سنويا على 20,000 جنيه. طبعا بتحصل عليهم في نهاية العام الشهادة 27%، يبقى 20,000 جنيه زائد 5,400 جنيه يبقى المجموع كله 25,400 جنيه في خلال عام واحد. انتظر مننا بقية الشهادات اللي هننزلها هامة جدا وتقارير هامة عن الذهب. كل اللي عليك ان انت بتشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك للفيديو ده عشان يوصلك اشعار فور اصدار اي شهادة منزلها على القناة هتجيلك مباشرة. كل اللي عليك بتنزل اسفل الفيديو واعمل لايك.